علماء من دولة روسيا اكتشفوا الروح بتروح فين بعد الموت. من سنين طويلة العلماء بيحاولوا يفهموا الموت، الجسم فيه فعلا روح، ولو خرجت بتروح فين. معظم الأبحاث كانت بتقف عند آخر نفس بيتسحب من الجسم، لكن الروس راحوا لأبعد من كده بكتير. شركة روسية اسمها فلاتك قعدت 10 سنين بتطور في جهاز بيتوصل بالعقل البشري، وبيقدر يزرع حاجة غريبة جدا جوه كل خلية في الجسم، كود اسمه SIC كود. واللي عملوه بعد كده كان أغرب من الخيال. الجهاز ده بيقدر يرصد الهالة أو التردد اللي بيخرج من الجسم لحظة الموت. وفي تجربة حقيقية أول متطوع توفى الكود بتاع روحه بدأ يظهر فعلا على الرادار، لكن اللي حصل بعدها كان صادم بمعنى الكلمة. الروح اختفت فجأة واختفت بسرعة غير طبيعية. العلماء قالوا هنا إن الروح اتحركت بسرعة أعلى من سرعة الضوء، وخرجت عن مدى أي جهاز يقدر يتتبعها. بعد ساعات فجأة الكود بتاع الروح ظهر تاني، لكن في مكان بيبعد عننا بمليارات بالسنوات الضوئية، تحديدا في مجرة اسمها GNZ 14 اللي اكتشفها تلسكوب جيمس. ودي كانت المفاجأة. بس السؤال هنا، ليه الروح راحت تحديدا هناك؟ على حسب معلومات العلماء الروس، هل كل الأرواح بتروح هناك فعلا؟ وهل ده مكان الجنة ولا ده مجرد محطة؟ ولا في أكوان تانية بتستقبلنا بعد الموت؟ المهم إن لحد دلوقتي مفيش حاجة مؤكدة تقول إن الروح راحت فين، لأن العلماء اللي قالت الكلام ده قالوا بعدها إن المعلومات دي تحت الدراسة. لكن لو ثبت فعلا إن الروح بتروح هناك، ده معناه إننا هنغير نظرتنا للحياة والموت للأبد. أنا أسماء مدين، بجيب لكم كل حاجة جديدة وغريبة في ديتنج جديد.